السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة من الله عز وجل. طبعا النهاردة يا جماعة احنا موجودين في مكان من اجمل الاماكن، وناس كتيرة بتسألنا عليه بنروح ازاي. في ناس ما تعرفش المكان، فاللي ما يعرفش المكان احب اقول لك احنا كورنيش الجديد اهو. ده الكورنيش الجديد، وادي ركننا عربيتنا اهي وعدينا السور ونزلنا قبل الوحدة العسكرية اللي أمام بورتو. يعني دي الوحدة العسكرية اللي أمام بورتو، احنا نزلنا قبليها وفضلنا نمشي في الجبل كده. لو بس تعالوا أوريكم الجمال دوت. بصوا يا جماعة، الجمال والعظمة والسحر إبداع حقيقي. مطروح جميلة جميلة جميلة. طبعا يا جماعة الكورنيش الجديد ده فيه حاجات مميزة جدا وجميلة وممتازة، ومن اجمل الشواطئ حقيقي في مطروح. الكورنيش الجديد، وخصوصا شاطئ الغالي علينا واخويا الكبير سالم دواز. حقيقي خدماته ممتازه وبيقدم حاجات ممتازه قوي في قلب الشاطئ. فتعالوا بقى ايه نشوف. نسلم الاول على مودي معايا هنا اهي، جايين ناخد جوله حلوه. تعالوا بقى ايه يا جماعه. بصوا يا جماعه ما شاء الله تبارك الله، الابداع والعظمه. وهنوريكم اجمل منظر طبيعي ممكن تشوفوه. طبعا احنا بس اهم حاجه لو جاي من هنا تخلي بالك لو معاك اطفال يكونوا في حذر وماشيين معاك، ما تسيبهمش يجروا. ما شاء الله. والمكان ده يا جماعه اللي احنا هنوريه لكم ده مكان للتصوير مش للنزول. تيجي تتصور فيه تشوف احلى منظر طبيعي هنا. تعالوا نشوف الجمال والعظمه دي. الله الله على الجمال اللي هتشوفوه. صخرة عقر الخادم. هات ايديك يا مودي، واحدة واحدة. بتجري ليه؟ واحدة واحدة ورانا ايه؟ ده المثل اللي هتمشي بيه هنا. طبعا بصوا يا جماعة، ننزل النزلة دي اهي، ومعانا محمد. ازيك يا محمد؟ محمد ابن اخت ابو حنين منور مطروح. ما شاء الله تبارك الله. هات ايديك يلا. بصوا يا جماعه الجمال والعظمه دي يا حبيبي. عايزه ايه؟ يلا بينا بسرعه، يلا بينا ايه بسرعه. ماشي يلا. مستعد؟ هنجري؟ لا يلا بينا. بس خلاص نزلنا اهو. انزل يا محمد بسرعه، انزل جري. الله ينور عليك. طبعا ما كناش منتبهين للتصوير عشان بس بننزل. بس تعالوا بقى نوريكم السحر والجمال. الله على الجمال. من اجمل الاماكن اللي ممكن تيجي تتصور فيها في مطروح، وخصوصا عند صخرة الشباك اللي هي وادي عقر الخادم. ومعانا طبعا الشباب الجميل عبد الرحمن ابن اخت ابو حنين. ازيك يا عبد الرحمن؟ كله تمام؟ ايه رايك في الجمال ده؟ ايه رايك في الجمال ده؟ كله تمام يعني؟ حاجة عظمة والله. طب ازيك يا حوده؟ محمود ابن عم عادل، الراجل الغالي علينا حبيبي. تعالى بقى نشوف الجمال. يلا خليكم معانا نكمل مع بعض. بصوا يا جماعه الجمال، يا عيني على الجمال. خلي بالك يا مودي، واحده واحده تمشي على مشي بالظبط. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. تعالوا بقى قبل ما الصخرة تخلص تعالوا نطلع على فوق ونشوف الدنيا. هات ايديك. بص واحدة واحدة. هات ايديك، امسك ايديا كويس. يلا بينا، يلا ننزل. تعالى بقى نطلع يلا من هنا. يلا اطلع يلا وتسلق. ايوه بالراحه. هات ايديك بقى، هات ايديك. خليكم معايا يا جماعه. طبعا تسلقنا الحته الجميله دي وطلعنا نوريكم احلى منظر طبيعي وفيو روعه.
مودي هات ايديك هنا. بصوا بقى الروعه والجمال، بص الروعه والجمال والابداع. طبعا العظمه هنا والروعه والجمال الرباني. تعالوا نشوف الدنيا بقى. ما شاء الله. يلا يا مودي. طبعا صخره الشباك هنا تحت في الحته دي، بس في ناس بتصور فقلنا ايه ناخد احنا ايه الفيو الجميل ده. خليك بقى واقف هنا يا مودي ثواني. لا خاف. الفيو الروعه دوت من اجمل الفيوهات اللي ممكن. بصوا يا جماعه الوان الميه، طبعا الهواء شديد، يا رب ما يكونش مؤثر جامد. حاجه في الخيال ما شاء الله تبارك الله. خليكم معانا بقى، هننزل تحت ونصور لكم من تحت. طبعا بقى جينا نوريكم الايه المكان الروعه ده بقى. يلا بينا. ما شاء الله تبارك الله. طبعا احنا لينا فيديوهات هنا لما غطسنا هنا، مكان تحفه واكتر من رائع. ما شاء الله تبارك الله. طبعا احنا كنا شويه من فوق كده وقلنا نيجي نصور لكم تحت المكان. ما شاء الله تبارك الله. يا عيني على الجمال والروعه. ان شاء الله قبل بس على 10 يا عيني يا عيني. طبعا هنا بقى الشباب بقى ايه واقف بيتصور، عايز ينط يطير وياخد صوره وهو بيطير. ايه جت معاكم ولا لا؟ الله ينور. لا معاكم محمد باين عليه تمام يعني في التصوير. الله ينور زي الفل. تعالى وريني الصوره يا محمد، نوريها للناس كده. لا مش هتيجي، الشاشه ضلمه. تعالى يا بابي. ايه رايكم يا جماعه في الجمال والعظمه دي؟ طبعا حاجه ملهاش مثيل. لو الفيديو عجبكم متنسوش بقى تشتركوا في القناه لو انت اول مره تشوفنا، او تعمل لايك وتدعمنا بتعليق جميل، تعليق يعني يخلينا نقدر نيجي نوريكم اماكن اكتر ونوريكم حاجات جميله. طبعا احنا هنا مصورين قبل كده كتير، بس ده للاول مره يشوف. طبعا في ناس احنا مصورين فيديوهات كتيره عن اماكن كتيره وبرضه يطلبوها مننا تاني، واحنا تحت امرهم في كل حاجه. فاحنا النهارده جايين عقر الخادم عشان نوريكم الجمال والعظمه ديا، ونشوف جمال وقدره الخالق سبحانه وتعالى في المكان. حاجه روعه. بيقولوا عن المكان ده ان هو كان زمان بيستخدموه لمحاربه الناس اللي جايه عن طريق البحر، عن طريق ضربهم من الاماكن دي وبيستخبوا فيها. الله اعلم هل الفتحه دي طبيعيه او من عمل الانسان، والله اعلم بكل شيء. بس في الاول وفي الاخر المكان عظمه وليه جمال تحفه وسبحان الخالق. طبعا الوان الميه، والمكان ده بيبقى عامل زي بسين. بس طبعا هنقرر عليكم المكان ده يا جماعه ما يتنزلش فيه، وخصوصا ايام النوه. ممكن تنزل هنا لو انت بتعرف تعوم في المكان دون، بس لما يكون الدنيا مش نوه. ونسلم على ابو حنين ونقفل معاه. سلام يا ابو حنين. سلام يا رجاله. سلموا هنا اهو. يلا سلام مودي. باي. يلا باي.